مساء الخير عليكم واهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة مع عيشها كورة. النهاردة جايين هنتكلم وهنحلل مشكلة مهمة جدا. هنتكلم عن التحكيم في مصر حدث ولا حرج. اداء الحكام في مباريات الدوري المصري ليس بالجيد. مفيش هناك مباراة بتتلعب الا وخرج الفرقتين معترضين على حكم اللقاء وقراراته. الفرقتين اخطاء الحكام جزء من اللعبة، لكن لما يكون الفرقتين معترضين على نفس الحكم في نفس اللقاء فده بيكون في حاجة غلط. من الطبيعي ان بيكون خطأ الحكم بيتضرر منه فريق وبيستفاد منه الاخر، لكن مع الايجيبشن ليج بنلاقي كل الفرق خارجة بتعترض والفرقتين نفسهم خارجين بيعترضوا. طيب تعال نروح نشوف ايه الحاجات اللي ممكن تؤثر على الحكام في ادارتها للمباراة. انا في نقطة مش عايز انسى اقولها، وهي ان احنا بقينا نلاقي موضة في مبارياتنا او في الفترة الاخيرة، وهي ان الادارات الاندية بدأت تبعت او بدأت تعترض على حكام بالاسامي وبتطلب ان هي ما تحكم لهاش تاني لحد اخر الموسم. ده طبعا ظهر بشكل رسمي من إدارة نادي الزمالك لما أصدرت أو أرسلت فاكس إلى اتحاد الكورة وطلبت عدم إسناد مباريات ل3 حكام، وهم كانوا كابتن جهاد جريشة ومحمود البنا ومحمود عاشور. وقالوا في الفاكس لأن هم بيجوا على نادي الزمالك وقراراتهم بتكون ضد نادي الزمالك. طبعا ده ما بنشوفوش بره خالص، وانتشر في الدوري المصري بشكل كبير، وإن كان في أندية كتير بتاخد الموضوع بشكل شفوي، لكن نادي الزمالك كان له الأسبقية وخد الموضوع بشكل رسمي وبعد يقول يا جماعة أنا مش عايز الحكام دي ما يحكمليش تاني لحد آخر الموسم. خلي بالكوا الحكام دول بشر والعوامل النفسية بتؤثر عليه، بمعنى ان انا لما اكون نازل احكم مباراة وشايف ان في حد قاعد متصيد لي اي خطأ ممكن اخطأه، اي صفارة ممكن اصفرها، اي اشارة ممكن اشاورها، او اي راية ممكن ارفعها، فانا هغلط. فانت كده يا بتغلطني يا عايز تغلطني. المهم تعالوا نروح نشوف ايه بقى هي الاسباب دي. اول حاجة عندي هي سؤال: هل هناك مشكلة في اختيارات الحكام لإدارة المباريات؟ بمعنى ايه؟ اكيد رئيس لجنة الحكام هو اللي بيعين الحكام لإدارة المباريات. طيب في حكام بتاخد مباريات بتكون بلغة الكورة تقيلة عليهم، ولا او بمعنى ان هي تكون مباراة جماهيرية او مباراة بتؤثر على ترتيب المراكز سواء بالهبوط او بالمراكز المتقدمة. فالموضوع بيكون فيه صعب شوية وبيحتاج حكام عندهم خبرة كبيرة او خبرة كبيرة بالمباريات اللي زي ديت وبالشكل دوت ولا لا. عامة اجابة السؤال دوت احنا بس بنطرح السؤال واجابته هتكون عند المسؤولين في اتحاد الكورة. ولا المشكلة بقى في نقطة انتشرت بقالها سنتين بالظبط، وهي ان انتماءات بعض الحكام اللي بقت معروفة لدى الجميع. يعني ايه؟ بتلاقي الحكم يقولك الحكم فلان الفلاني ده حكم اهلاوي وقراراته كلها في صالح النادي الاهلي وضد نادي الزمالك على سبيل المثال. وبالعكس العكس صحيح، بتلاقي الحكم يقولك الحكم فلان الفلاني هو حكم زملكاوي وقراراته كلها بتكون في صالح نادي الزمالك وضد النادي الاهلي وايضا على سبيل المثال. طب دي مشكلة بتكون في الحكم ولا مشكلة بتكون في دور الإعلام اللي بيبدأ يظهر النقط دي، ولا المشكلة بتكون فين؟ تعالوا نروح لنقطة مهمة جدا، وهي ان ساعات المشاكل بتيجي من جوه الملعب نفسه. يعني ايه من جوه الملعب نفسه؟ اول حاجة بقينا نلاحظ بشكل مبالغ بيه ان اللعيبة بدأت تمثل بشكل كبير جدا. بمعنى ايه؟ بتلاقي اللاعب
باحتكاك عادي جدا، فاول عادي جدا، واحيانا ما بيكونش فيها حاجه خالص، بتلاقي اللاعب واقع على الارض ورفع ايده وبيصوت وبيعمل حاجات رهيبه جدا. انت بتكون حتى قاعد بتتفرج على المباراه بتتخض من الصوت بتاعه او من حركته او من وقعته، وبيوقع قلبك، وفي الاخر بتلاقيه بيقوم بيجري ولا كأن في حاجه حصلت، رغم ان اللي هو عمله ده يخليه ممكن ما يلعبش كوره تاني، لكن بيقوم عادي وبيكمل عادي ومفيش اي مشكله. ونطلع بره بقى على الخط شويه ونلاقي المدربين بتلاقي المدرب واقف طول المباراه من اول دقيقه لحد دقيقه 90، اعتراض، تشويح، زعيق للحكم، زعيق اللاين مان، زعيق لمراقب الحكم، زعيق الحكم الرابع، ومش راكز وعمال يزعق وعمال يشوح وعمال يعترض على اي حاجه من اول قرار بياخده الحكم لحد الوقت بدل الضايع، سواء كان خسران بيعترض ان الوقت قليل جدا، ولو كسبان بيعترض ان الوقت كتير جدا، وهم اللهم لا اعتراض. وده طبعا بيؤثر طبعا اكيد على مسار المباريات وعلى اللعيبه نفسها برضو في الملعب، اللي بتبدا تتوتر هي كمان وبتبدا تنفعل وبيبدا يحصل احتكاكات بنشوفها او شفناها بشكل كتير جدا في الدوري المصري في كذا مباراه، من اول مباراه لحد الاسبوع ال14 اللي احنا بنلعبه. نفس التوتر اللي بيحصل شفناه على فترات كتيره مش قليله في الدوري ده، رغم ان احنا بنلعب من غير جمهور. عايز اعرف حاجه مهمه، ايه كميه الناس اللي بتبقى على الخط دي؟ بنشوف كمية ناس على الخط بشكل كبير جدا. معروف ان المفروض ان يكون المدرب او المدير الفني هو اللي واقف على الخط بيدي التعليمات، لكن بقينا نشوف كمية ناس على الخط كتير جدا. احيانا وفي لقاءات بنلاقي 3 واقفين بيدوا تعليمات على الخط مع بعض. فده ايه الناس دي كلها؟ تلاقي المدرب ومدير الكوره والمدير الفني والمدرب المساعد والاداري وكل الناس واقفه على الخط عماله تدي تعليمات وعماله تتكلم مع اللعيبه وعامله دوشه حوالين الخط. وده طبعا ناهيك عن ان كان في قرار من الحكم مش على هواهم، فناهيك عن الاعتراض وعن الزعيق وعن الدوشه اللي بيعملوها. ودي حاجه انا بصراحه بشوفها صعبه جدا، يعني الواحد عمره ما شاف حاجه زي كده بصراحه. كميه الناس اللي موجوده، حتى وصل بينا في بعض المباريات كنا بنلاقي عاملين غرف ملابس بينزلوا وبيحتكوا مع اللاعبين المنافسين وبيحتكوا مع الحكام وبيضربوا الحكام وبيغلطوا في اللعيبه وحاجات كده. طب هم ايه اللي جابهم اصلا على الخط؟ ايه اللي وصل الناس دي الملعب اصلا؟ ده سؤال بنحاول نعرف اجابته. ده كل ده وزي ما قلنا من شوية ان مفيش جمهور. امال لو في جمهور، او من الطبيعي ان يكون في جمهور اساسا، يعني طبيعي ان المباراة بتتلعب ويكون في جمهور موجود في الملعب. طيب لو ملعب او مباراة زي اللي بتتلعب دي وفي جمهور، وسلام لو مباراة جماهيرية ما بين مش هقول اهلي وزمالك، ما بين اي فريقين جماهيريين من الفرق الجماهيرية اللي موجودة في الدوري، وحصل اللي بيحصل بنشوفه الهرج والمرج اللي بيحصل في الملعب من تمثيل اللعيبة، ولا من زعيق وتشويح المدربين، ولا من وجود الناس الغريبة على الخط زي ما اتفقنا من شوية، زي بتوع غرف خلع الملابس والحاجات دي. طب لو بالمنظر ده هنلعب ازاي؟ وايه اللي ممكن يحصل لو الجماهير دي احتكوا ببعض؟ ده سؤال تاني. ودي كانت بعض الاسباب او اهم الاسباب اللي بتؤثر على ادارة المباريات من الحكام. وزي ما ابرزنا السلبيات او ابرزنا المشكلة، بنحاول كبرنامج نحط بعض الحلول اللي من وجهة نظر البرنامج علشان نوصل لحل لموضوع التحكيم في مصر. احنا مش بنيجي على التحكيم بشكل ان التحكيم هو الوحش، لكن احنا شايفين ان في برضو عوامل بتؤدي الى انهيار المنظومة دي في مصر او في الكورة في مصر. فهنحط بعض الحلول من وجهة نظرنا. مثلا احنا بنشوف لازم ولا بد من وضع ضوابط لعدم ارهاب الحكام من جوه او بره الملعب. ارهاب الحكام يعني زي اللي احنا كنا بنتكلم عليه من ثانيتين، ده بتلاقي اللعيبه بتزعق جوه واللعيبه بتزعق والمدربين بيزعقوا بره، وبتلاقي دوشه كده من هنا ومن هنا، فمش بالصوت ومش بالصوت العالي ومش زي ما قلنا ارهاب الحكام، لان هي ولا بالزعيق ولا بالتشويح ولا بالصوت العالي ولا بالتهديدات. في حاجه تانية، هو تساؤل برضو، يعني ايه يمنع ان احنا نستخدم التكنولوجيا الحديثة
عشان نسهل يعني القرارات الحاسمة اللي ممكن تؤثر على نتيجة مباراة او ممكن تؤثر على مستقبل بطولة او مستقبل نادي، حتى لا تتفاقم المشكلة. زي ما شفنا ده حصل معانا احنا شخصيا في مباريات، في مباراة مصر والبرازيل الشهيرة في بطولة القارات، اللي بعد ما كنا متعادلين 3-3 والحكم بعد ما كان حسب كورنر راح على الخط شاف الشاشة، لا احمد المحمدي طلع الكرة بايده، رجع احتسب ضربة جزاء وطرد احمد المحمدي. ايه المشكلة؟ ما هو مش عيب؟ ماشي. نروح برضو لنقطة انا شايف فيها تخاذل كبير قوي. يعني اظن ان لازم يكون دور الحكم الرابع اكبر من انه يعلن عن الدقائق المحتسبة للوقت بدل الضايع. الحكم الرابع هو المسؤول عن تنظيم خارج الخطوط بشكل كامل، وهو اللي يمكن اللي بيحصل بره الخط ده هو اللي بيؤثر جوه الملعب بشكل كبير قوي. فلو كان الحكم قدر يسيطر على وينظم الحته اللي موجوده بره دي، والدوشه والهرج والمرج والناس اللي ملهاش لازمه تخرج بره المكان، والناس اللي المفترض ان هي تقف هي بس اللي تقف، فما كانش حاجات كتير قوي ممكن تحصل، او مش هيكون في حاجات كتير ممكن تحصل في المستقبل. مش هنبعد كتير وهنروح لجنب الحكم الرابع على طول، وهو دور مراقب المباراة. دور مراقب المباراة بيكون المفترض برضو ان هو يكون اكبر من انه يدخل يتفرج على الماتش زيه زينا، هو بس الفرق ان احنا بنتفرج من البيت وهو بيتفرج من الملعب. يعني مثلا شفنا في مباراة الاهلي والانتاج الاخيرة بعد الاحداث اللي حصلت والشغب اللي حصل جوه الملعب، لقينا اتحاد الكورة ساب صاحب المشكلة اللي هو كان لاعب محمود عبد الحكيم لاعب الانتاج الحربي، وراح وقف حسام غالي، وايضا هو وقف وائل رياض، ووقف العامل المتسبب في حدوث المشكلة. لكن صحاب المشكلة نفسهم ما جاش اساميهم، سواء كان عماد متعب اللي ساب الملعب وخرج يحتك بواحد من خارج الملعب، ومحمود عبد الحكيم اللي احتك بعماد متعب قدام الرأي العام كله، ولكن لم زي ما سمعنا في الفضائيات ان مفيش تقرير جه مباشر بيدين عماد متعب او محمود عبد الحكيم وان هم تسببوا في المشكلة، واللي ظهر بس حسام غالي اللي كان بيحاول يفض المشكلة، بعد كده دخل وبقى طرف فيها. فلازم على الحكام تكتب كل حاجة بتحصل بالحرف، سواء كان الحكم الأول أو سواء كان مراقب المباراة، يكتب كل حاجة بتحصل بالحرف الواحد، والقانون يطبق على الجميع حتى نستعيد النظام والانضباط مرة تانية جوه ملاعبنا، ونشوف الحكام بتقدر ان هي تحكم في أجواء تساعد على اتخاذ قرارات مناسبة وسليمة. وده ما يمنعش ان لازم، ونحط تحت كلمة لازم كذا خط، نشوف او تطبيق المسؤولين سياسة الثواب والعقاب، بمعنى ان الحكم اللي بيخطئ في مباراة خطأ كبير وأثر على نتيجة المباراة بيتم التعامل معه يعني بشكل ما زي ما بنشوف بره بحرمانه من مباريات لوقت معين، والاعلان عن العقوبة. وده مش عيب على فكرة طالما في صالحه، لان هو يبدأ يعرف ان في حاجة غلط ويبدأ يصلح منها، وطالما في صالح الرياضة والكورة المصرية. وبكده بنكون حاولنا خلصنا جزء اول من قضية التحكيم في مصر، واكيد هيكون لينا جزء تاني، لكن ان شاء الله هيكون بمشاركة احد من الحكام الدوليين معانا، حتى يتم التعارف على الاسباب الحقيقية او الاسباب اللي بتؤدي لما هو حادث. قبل ما ننهي حلقتنا النهاردة هنروح نقرأ شوية كومنتات صغيرة جدا جات لنا على الحلقة اللي فاتت، واللي هي كانت عن تحليل أداء بيسيرو مع النادي الأهلي. فجالنا من تيتو بيقول لنا هقرأ كومنتات بسرعة ورا بعض. والله يا كابتن محمد، بيسيرو مدرب ضعيف فنيا جدا والأهلي كبير عليه. وكومنت تاني بيقول كان مستبعد صالح جمعة، ولما جت الفرصة لصالح استغلها أحسن استغلال وبقى نجم من نجوم الأهلي. هو انت يقصد يعني ان كان هو مستبعد صالح، ولما صالح لعب اثبت ان هو لعيب كويس، وما كانش وجهة نظر باسيرو مظبوطة ان هو ما بيلعبوش. في كومنت تاني بيقول انا نفسي افهم حاجة محيراني، هو مقعد احمد الشيخ ليه ومستبعد جون انطوي؟ والله انا النهاردة قريت
تصريح لاحمد عبد الظاهر بيقول انا مش فاهم ايه المشكله ما بين جون انطوي وباسيرو، بس واضح ان في حاجه ما بينهم. ده احمد عبد الظاهر لاعب النادي الاهلي هو اللي قال كده. وفي كومنت تاني بيقول هو احنا يا كابتن محمد هنفضل ندفع في فلوس كتيره علشان نذبح بيها النجوم؟ لازم يرحل هو ومجلس الإدارة. مجلس الإدارة اتحل، لكن وزير الشباب والرياضة كان ليه رأي آخر، وهو إعادة تعيين نفس المجلس، أو في الاتجاه لإعادة تعيين نفس المجلس مرة أخرى. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، وهنستنى كومنتاتكم وأسئلتكم، وإن شاء الله نجاوب على كل استفساراتكم. إلى اللقاء حلقة قادمة. كنتم مع عيشها كورة مع محمد إبراهيم.